أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قائد الفريق الملكي للقدرة عن تقديره لما حققه كل من الفارس محمد عبد الصمد بالجواد هانيهم والفارس علي بوصفر مع الجواد هنيهم روميو المركز الأول في سباق فونتنبلو الفرنسي لمسافتي 120 و90 كيلومترا، الأمر الذي يؤكد أن الفريق الملكي يواصل السير بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في السباقات الخارجية وتعزيز إنجازاته، مشيرا إلى أن إنجاز الفارسين في السباق يبعث على التفاؤل، خاصة وأن السباق يعبر باكورة المشاركات الخارجية للفريق الملكي. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن الفريق يواصل حصد الإنجازات في السباقات الأوروبية، وذلك بفضل الروح العالية التي يعيشها بعد الإنجازات التي تتحقق من سباق لآخر، بالإضافة إلى حرص الفرسان لتحقيق أفضل النتائج من أجل إبراز مكانة المملكة رياضيا بصورة عامة والقدرة بصورة خاصة، مضيفا سموه أن الفريق حقق الأهداف التي شارك من أجلها في سباق فونتنبلو الفرنسي، وذلك في طريق تحقيق الإنجازات الرياضية المشرفة للمملكة، إضافة إلى إعداد الفريق للبطولات المقبلة في سباقات القدرة، أملا في تحقيق النتائج المشرفة في تلك البطولات وزيادة حجم الإنجازات للفريق الملكي والعمل على تعزيزها. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن سعادته واعتزازه بالنتائج التي حققها فرسان الفريق الملكي للقدرة في هذه البطولة، مشيدا بجهودهم وعطائهم وحرصهم على سمعة المملكة وإعلاء شأن رياضة القدرة، وبأن مشاركة الفريق خلال الموسم الجاري قد بدأت قوية وفعالة في جولاته الأوروبية وسوف تستمر كذلك خلال المراحل القادمة.